لقد كنا اذلاء فاعزنا الله بالاسلام، فاذا ابتغينا العزة في غيره اذلنا الله، وهذا هو الذي حدث. كنا اعزاء ايام كنا مع الله، فلما اتجهنا شرقا وتحولنا غربا واعذرنا ظهورنا لله ضرب علينا الهوان، واصبح المسلمون في ايامنا هذه يصفون في كل مكان تصفية تخصيصية. المسلمون في الفلبين من شهر نوفمبر 1970 يضربن بقنابل النابل، يحرقون ولا صوت ينطلق، لا صوت يقول ارحموا الاقلية في الفلبين. وفي الصومال ظهر رجل يصفي الاسلام، نشرت جريدة نجمة اكتوبر في 12 يناير 75,1900 مقالا على لسان الجنرال زياد بري. اقول زياد بري واسمه محمد زياد، اسمه محمد، وانا لا اخشى على الاسلام من اعدائه انما اخشى عليه من ادعيائه. قال ذلك الجنرال اصدر قرارا بتسوية الرجل مع المرأة في الميراث، ثم قال ان البنت الوحيدة اذا تركها ابوها فلها التركة كلها، مع ان الله يقول وان كانت واحدة فلها النصف. قال سيادته انا لا اعترف بما جاء في القرآن، ثم قال بعد ذلك ان نصف القرآن يناقض بعضه بعضا. نصف القرآن يناقض بعضه بعضا، مع ان الله يرد على هذا وعلى امثاله فيقول تنزيل من حكيم حميد، ويقول لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، ويقول انا نحن نزلنا الذكر وانا له ويقول افلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، ولكنه لما كان من الله فليس فيه تناقض. وانا اتحدى ذلك الجنرال واقول له اتحداك من فوق هذا المكان لو جئت بآية واحدة في القرآن تناقض آية اخرى، اتحداك. وانا امام مسجد صاحب عمامة صغيرة، ما دام اصحاب العمائم الكبرى لا يتكلمون اتحداك يا جنرال، وانا اقدم روحي على كفي لو جئت بآية واحدة في كتاب الله تناقض الاخرى، اتحداك. والتحدي قائم الى يوم القيامة، ان كتاب الله ليس فيه ادنى تناقض. هذا رجل يلغي احكام الله بجرة قلم، وسمى علماء المسلمين علماء سوء، علماء سوء. ولما ردوا عليه في الصومال قدم الحشنقة ونفذ فيهم حكم الاعدام. هل سمعتم بهذا؟ هل سمعتم بهذه المأساة؟ ارخص دم على وجه الارض هو دم المسلمين، هو دم المسلمين مع الطغاة
المتجبرين. فاذا ما انتقلنا من الفلبين والصومال الى اريتريا، اريتريا دولة اسلامية دخلت الاسلام في القرن الاول من الهجرة، وفي سنة 1864 ميلادية كانت تحكمها مصر. كانت مصر تحكم اريتريا في سنة 1864، وفي سنة 1885 حكمتها ايطاليا، وفي سنة 1942 حكمتها انجلترا، وفي سنة 1953 اصدرت هيئة اكل حقوق الامم، هيئة الامم اصدرت قرارا بان تكون اريتريا مع اتحاد فيدرالي مع الحبشة بغير ان تأخذ امر اريتريا. وفي سنة 1962 ضمت الحبشة اريتريا اليها وسامتها سوء العذاب. وفي سنة 1974 و75 بدأت الحرب بين الحبشة وبين اريتريا، حرب طائرات وحرب ابادة، والمسلمون هناك يستغيثون ولا مغيث. ايام كسروا في كوبا كانت اجهزة اعلامنا تصنع منه بطلا كخالد بن الوليد، وايام جيفارا الشيوعي كانت اجهزة الاعلام ترفعه الى ما فوق السماء، وايام لومومبا سميناه الشهيد باتريس لومومبا. الشهيد شهيد الحق قنطره يتيما بارض ضيعت فيها اليتامى. شهيد الحق قنطره يتيما بارض ضيعت فيها اليتامى، اقام على الشفاه بها غريبا ومر على القلوب فما اقام. لو كان البكاء على حال المسلمين يجدي لبكيت بدل الدموع دما. فلبين والصومال واريتريا وقبلها فلسطين وبعدها سيناء والجولان والضفة غربية وقبلها جزيرة صقلوية. وفي سنة 896 هجرية سقطت الاندلس، الفردوس المفقود. وهكذا يصفى الاسلام وتصفى دول المسلمين شيئا فشيئا. وكلما هجم الاعداء على اقليم وقف الاخرون موقف المتفرج السلبي. الله العلي العظيم ان يكتب لنا السعادة، وان يكتب لنا الرضوان، وان يكتب لنا حسن الختام، وان يجعل اخر كلامنا لا اله الا الله محمد رسول الله. والله الذي لا اله غيره، وانا اقسم غير حانث، اقسم في هذا المكان الطاهر لو عرضت علي مناصب الدنيا لاغلقت الباب امامها جميعا. والله الذي لا اله غيره انا لا ارضى بمنبر رسول الله بديلا، لا ارضى بديلا. كم من ترقيات غرضت، وكم من مناصب قدمت، وكم من اغراءات قيلت، وكم من مسؤولين زاروني في بيتي لعرض المناصب من مصر وخارج مصر، ولكني دعوت الله قائلا احيني اماما وامتني اماما واحشرني وانا ساجد بين يديك يا رب العالمين.
طريق البلاء سنين، من صار في طريق البلاء سنين عددا. لقد فقدت عيني اليسرى وانا ابن 6 سنوات، وفقدت اليمنى وانا ابن 17 عاما، واستقبلت الحياة بنور البصيرة في زهرة العمر، وفقدت والدي في سن 19، وتوجهت للحياة استقبل مصائبها، وترددت على ابواب الاطباء لاعالج عيني حولين كاملين، واجريت اكثر من 10 عمليات كانت عيناي فيها حقلا للتجارب، ودخلت السجن 2 وخرجت من السجن ورزقت بطفل اصيب بشلل الاطفال حتى الان 7 سنوات. فكيف يفعل بالمصايب من شأنه هكذا؟ ان مصيري هو كتاب الله، هو سنة رسول الله.